الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير. اخوان اليوم عندنا حلقة جديدة عن خل التفاح الطبيعي. طبعا انا اكثر من حلقة نزلت على خل التفاح الطبيعي، يعني تقريبا يمكن اكثر من 10 حلقات، واكو اكثر من طريقة. انا هواي طبوا لي جماعة قالوا ابو عبد الله شلون هاي الطريقة. طبعا انا بالنسبة لي عندي هواي طرق، يعني من ضمن الطرق هاي اللي نخلي فوق هذا التفاح اذا قطعناه وكملنا نخلي فوقه خمره. هذا الخل الطبيعي، الخل الطبيعي هذا شوفون ندير فوقه نسويه خمره يعني كانما نخمره بالخل الطبيعي. اكو الخمره الثانيه نخلي فوقها شوي شكر. اكو خمره ثالثه نخلي فوقها خمره هاي مال العجين اذا شايفيها مال الطحين. اكو خمره رابعه نخلي كسر مال الخبز. اكو خمره خامسه نخلي هذا التفاح نجيبه نسوي شرايح رقيقه جدا وننشره على الشمس النشفه نجففه، وبعدين نخليه ويا هذا، يعني ويا التفاح هذا الفريش مثل ما يسموه الطازج. اخوانك جماعه هواي طبوا لي على التيك توك والانستغرام واليوتيوب قالوا ابو عبد الله انت شلون تعلم العالم؟ شلون تعطيهم سر الصنعه مالتك؟ انت جاي تبيع على باب الله وتستفاد. اخوان انا مو بالنسبه لي يعني قناتي هي من اول يوم ما فتحتها على اليوتيوب سميتها شوف وتعلم مع ابو عبد الله. احنا لازم مثل ما الله سبحانه وتعالى اعطانا هم نطلع العالم، يعني نفيد العالم، وهي ترى هي الدنيا فاينه راح. فشنو القصد انا من خلال تعليمي هذا للناس؟ اعلم الناس او اعلم المتابعين بحيث يسوون خلط تفاح طبيعي ببيتهم، او خل تمر او خل اي شيء، يعني هاي النوعيات. على يعني على طار الخل اخوان، انا سبق قلت لكم ماكو شيء ما يصير خل. العنب البوتيات، انا قبل فتره سمعت حتى خل الرز، خل التمن، هذا خل الرز يسوي تمن، هذا يسوي خل يعني التمن، الشعير، كلها تصير خل اخوان. بالنسبه لي انا جاي اعلم العالم اخوان على مود يشوفون التعب، يشوفون التكلفه، يشوفون هذا الخل، هذا التفاح. هذا هسه التفاح اليوم جبته تقريبا الكيلو ماله ب 1000 ونص هنا بالعراق. يعني هذا التفاح استوى نازل، ما اعرف شنو نوعيته، يعني اجنبي امريكي لبناني ما اعرف. هذا التفاح اخوان يعني انا اذا اريد خل هسه احصل خل فد 100 لتر مثلا مال خل، فد 200 لتر، يعني اقل شيء لازم اجيب فد 400 كيلو من هذا، 400 كيلو 500 كيلو، يلا يطلع عندي 100 لتر خل تفاح او اقل يعني. فانتم احسبوا يعني هسه هنا جماعتنا اللي هنا بالعراق احسبوا ال1000 ونص، يعني كيلو على 1000 ونص فد 400 كيلو او 500 كيلو تفاح في 1000 ونص جد يطلعن، يعني اعتقد يطلعن اكثر من مليون ونص او مليون ونص ما اعرف ايش تقريبا. زين انت يعني تجيب تفاح بمليون ونص على مود يطلع لك 100 لتر مال خلط، زين بيش تبيع اللتر؟ اخوان انا هذا هسه شوف هذا النص لتر، هذا ال 500 ملي يعني نص لتر، انا جاي ابيعه ب 2000 دينار. جماعه جاي يطلبوا لي يقولوا لي ايش دعوه وغالي وليش؟ هو ما يعرف التفاح انا ايش قد جايب تفاح مسوي، يعني يلا طالع لي هذا النص لتر، هذا النص لتر ايش قد يلا طلع لي انا ايش كم كيلو تفاح. زين فشنو قصدي انا هنا؟ انا قصدي اعلم العالم على مود شنو يستفادون وهم يتعلمون وهم ينطوني رايهم. يعني باكر عقب من واحد يسوي خال راح يقول لي ابو عبد الله مثلا انا جبت هالقد تفاح وطلع لي هالقد. يعني قبل فتره اتذكر راسلتني وحده متابعات تقول ابو عبد الله اني جبت 5 كيلوات مال 6 كيلوات خل 6 كيلوات تفاح وسويت انخال، فطلع عندي كميه يعني اقل من نص لتر، اقل هذا البطل نص لتر طلع عندها. فقالت اني شلون هذا؟ يعني انا عبالي يطلع هواي ما. قلت لها اني بالنسبه لي من تشوفوني اطلع خال، جاي اعرض خال، اقول لكم انا جاي ابيع خال. انا اجيب كميات يا اخوان يا متابعين، انا اجيب كميات يعني اكثر من هذا اللي تشوفوه. يعني اجيب 400 كيلو، اجيب 500 كيلو اسوي خال. هاي وحده. اثنين شنو الشغله اللي عندنا؟ قلت لكم احنا هذا هسه بالنسبه للتفاح شلون راح نسوي؟ هسه راح نسوي هاي الطريقه مالتنا انا مسويها قبل. راح هذا التفاح غسلناه طبعا ونشفناه جففناه، راح نسويه شرايح ونخليه بالعلبه لمده 40 45 يوم. يصير عندنا خل. شنو الخمره اللي نحط؟ قلت لكم انتم مخيرين، الخمره تبقى يمكم، تريدون تحطون من هذا الخل الطبيعي، تريدون تحطون خثره مال خال، تريدون تخلون شكر، يعني هواي انواع. بالنسبه للدبه اخوان او للبرميل الغطاء ماله يكون بكيفكم، تريدون تخلون شاش قماش، تريدون تخلون قبق لايلون محكم يعني يسدون حتى ما يدخل له هواء ما يعفن ما يقطين، تريدون تخلوا له اي شيء، هذا الشيء يعود لكم. انا هسه طول المجال بس خلينا نقطع التفاح وارجع لكم. اخوان هاي رجعنا وياكم بعد ما قسمنا التفاح. طبعا هذا التفاح انتم مخيرين اخوان، تريدون تقسموه هيك مثل ما قسمت اني، تريدون تخلوه كامل، تريدون تسووا مكعبات، يعني شو تسووا سووا، تريدون تخلوه البذور مالته هم خلوه، بس انا على مود شويه لان
يعني بالتصفيه شويه يفيدني، ما اريد بيه بذور وشغلات هاي، فهذا سويت هيك. اخوان شو نسوي؟ نجيب هاي الدبه مالتنا او الاناء مالنا اللي راح نخلي بيه الخل. اخوان تصير شفافه وتصير مظلله، ويصير تخلوها بعلاقه تضموها، تصير تخلون فوقها غطا يعني وصله اي شيء تبون تخلوه على مود ما يلوح الضوء بكيفكم اخواننا. انا بالنسبه لي ما اخلي، حتى لو اخليه بالضوء عادي يصير عندي خل يعني عن تجربه. شو نسوي؟ نجيب هاي المكعبات مال التفاح، نملي الدبه مال التفاح. اخوان بالنسبه لخل التفاح، خل التفاح جدا مفيد جسم الانسان. طبعا انا هواي جوني جماعه اخذوا من عندي، اللي بي سكر، اللي بي جرثومه بالمعده، اللي اعذرونا انا شوي لان بيد واحده جاي يلزم التليفون. اخوان اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، طبعا انا متعجب على مرض السكر، يعني مرض السكر هواي ناس حاول تلقى له علاج، ما يعني مو مثل خل التفاح الطبيعي اللي انا جاي نطيل العالم هسه. الحمد لله وشكر فضل الله سبحانه وتعالى. ولو اكو ناس هم جاي يشككون مصداقيتنا، يعني يعلقون تعليقات سلبيه، ناس يقولون هذا مغشوش، هذا فلان هذا، بس الحمد لله وشكر اللي الناس اللي يتعالجوا على ايدينا، يعني مثل ما يقول ثبت العكس. الحمد لله وشكر ربي. مفيد هواي امراض. طبعا احنا هسه انا سمعت قبل كم يوم اكو مرض كوليرا داخل العراق، على اساس بشمال العراق وغير مكانات. اخوان طلع دكتور على اعتقد على اليوتيوب والفيسبوك، يعني عنده مقاطع يقول خل التفاح الطبيعي جدا مفيد للقضاء على الكوليرا. يعني شلون؟ يعني الخضروات اللي نجيبها مثلا فواكه، تفاح، غيرها، عنب، ماشي، هاي مجرد بس نرش عليها خل التفاح الطبيعي، او حتى نغسل ايدينا به خل التفاح الطبيعي هذا. يعني مثلا قبل لا تلزم الخضار او فتشي وهاي تشطف يديك بخل التفاح الطبيعي، سبحان الله يصير شلون عازل عن الفيروسات الميكروبات. خل التفاح الطبيعي طبعا هواي بي يعني فوائد، هواي بي شغلات مفيده للانسان. ولو الفيديو راح يطول عليكم. هاي هسه احنا كملنا. شو نسوي؟ نريد نحط خمره، نريد نخليه بلا خمره، نريد نقبقه، نحط فوقه قبق لايلون، او نخلي له وصله شاشيه، بكيفكم اخوان، كل شيء بكيفكم. هو اهم شيء بس يكون يبقى المده المطلوبه حتى يصير خل. هو المده المطلوبه 40 45 يوم، مو اشكال حتى اذا يعبر 45 اخوان ما يصير خمر، ما يصير كحول، ما يصير اي شيء. لا تغركم يعني هاي التعليقات منا. هذا ما طول ما ضايفين له احنا كحول وشغلات وهاي ما داخله بي، بس مجرد شيء طبيعي من الله سبحانه وتعالى، ما بي ضرر وما بي كل اشكال ما بي. اتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم. لا تنسون التعليقات الحلوه، لا تنسون اللي عنده طريقه احسن من طريقتنا، افضل من عندها، مجرب مسوي، خلي بالتعليقات يكتب لنا، لان اكو ناس هواي جايبون على الفيديوهات اخوان حتى يستفادون. يعني اذا حتى اذا طريقتي تعتبروها غلط، اعطونا الطريقه الصحيحه، مو مشكله، نتعلم من عندكم. انا بالنسبه لي قناه اسمها شوف وتعلم، يعني احنا نريد نشوف ونتعلم. واتمنى لكم كل خير، ولا تنسون اخوكم ابو عبد الله من الدعاء.